ان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون فضحهم بشكل ما. الرئيس الجزائري قال لن أشارك في القمة العربية بالقاهرة، والسبب اختلال في التحضير وتم إقصاء بعض الدول من إعداد المخرجات. يعني إيه؟ الإعلامي والصحفي المصري البارز أحمد سمير يكشف تسريبات صادمة لأول مرة عن القمة العربية الطارئة التي تجري حاليا بالقاهرة، ويوضح السبب الرئيسي وراء مقاطعة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لهذه القمة الطارئة. فقد أكد بالأدلة في حقيقة معطيات القمة العربية والبيان الموجه لكل مشاركيها، لا سيما الدول المعنية بالتنظيم، على غرار الإمارات ومصر والسعودية والأردن الذين تلقوا تعليمات من قبل الإدارة الأمريكية، وهو ما جعل الرئيس تبون يفضح حقيقتهم أمام العالم ويقاطع تلك القمة المخزية. فبعدما أعلن عدم مشاركته في تلك القمة التي لا فائدة منها، وكلف وزير الخارجية للحضور نيابة عنه، أمره بإجراء محادثات ثنائية جانبية لا علاقة لها بتلك القمة المخزية، بل بخبرة وذكاء الرئيس عبد المجيد تبون نجح في استغلالها بشكل دبلوماسي يخدم مصلحة الجزائر وشعبها.